ابتدي بقى احط الفراخ كويس واتبلها في الخلطة دي حلوة قوي. على قد ما تقدري طبعا لما تحطي الفراخ دي جوه الخلطة وتتبليها كويس بالسكينة كده، وحاولي تخرمي الفراخ، يكون السكينة ليها بوز شوية، تمام، تكون قوية يعني، تبتدي تخرمي الفراخ بيها كويس قوي. ده هيساعد ان الفراخ تستوي كلها من جوه، ما يبقاش فيها حاجة نية، لان احنا طبعا مش هنعرضها للمية او مش هنحطها في مية يعني، تمام. وزي ما انتي شايفة كده اهو على الناحيتين اعملي الحركة بتاعت السكينة دي. انا ممكن تحطي الفرخة زي ما هي كده بالصوص بتاعها دوت في الصينية وتدخليها الفرن وخلاص على كده، تمام. انا حبيت احط معاها جزر وفلفل وبطاطس يتشووا كده تقريبا في الفرن بدون اي مية ولا اي حاجة، هما هيستووا من الصوص ومن الحاجات اللي هتنزل من الفراخ، تمام. بس هبتدي بقى اغطي الفراخ بتاعتي، طبعا لازم تغطيها عشان ما تتحرقش منك، لانها على الاقل هتاخد ساعة ونص او ساعتين الا جوه الفرن. اول حاجة حطيت ورقة زبدة وبعدين حطيت عليها الفويل ولفتها كويس. قعدت في الفرن تقريبا ساعتين الا ربع تقريبا، وده شكلها النهائي بعد ما طلعت. طبعا ريحتها حلوة جدا وشكلها حلو جدا كمان للتقديم. بصي هي من جوه هي مستوية خالص، ما فيهاش اي حاجة. وصفة سهلة جدا مش بتاخد منك اي وقت، طريقة جديدة للفراخ، يا رب تكون عجبتكم. البطاطس والخضار كله استوى. اشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد، وباي باي.